طيب اول مصدر او اداه وهو البودكاست عملي قوي وفعال قوي في تحسين الاستماع، انك تفهم الكلمه اللي النيتيف سبيكر بيقولها من غير ما تكون عارفها اصلا، تعرف النطق بتاعها فتروح تبحث عنها وتحفظها. البودكاست عموما كتير جدا سواء بالعربي او بالانجلش، والبودكاست اللي بتعلمك انجلش برضو كتير جدا متنوعه. بس ايش رايك تسمع بودكاست بالانجليزي؟ ايوه، في بودكاست مخصصه للناس اللي بتتعلم انجليزي وبتبقى بالانجليزي برضو، وما تخافش صدقني لو انت لسه مبتدئ برضو بتقدر تفهمها من البودكاست ديت او البودكاستات ديت. بودكاست اسمه كيوليبس انجلش بودكاست. باكد لك تاني لو انت لسه مبتدئ برضه وما تفهمش حاجه، هم مخصصين كذا برنامج للناس المبتدئه، عندهم كذا ليفل. اول حاجه السمبليفايد سبيتش او الكلام المبسط، كلام بيبقى سهل جدا بحيث انك تقدر تفهمه، وبيستخدموا فيه كلمات معروفه وبيحاولوا ينطقوا بسهوله جدا وبوضوح عشان اي حد لسه مبتدئ يكون فاهمهم. برنامج كامل مخصص للي لسه بادئ يتعلم اللغه ديت والمستوى بتاعه قليل خالص، وصدقني زي ما قلت لك هتفهمه حتى لو انت مبتدئ. ده السمبليفايد سبيتش. لما بتتطور شويه عندهم برضو برنامج تاني اسمه الشاتر بوكس، وده ليفل اعلى شويه. لما تلاقي نفسك فهمت السمبليفايد سبيتش تقدر توصل للمستوى اللي بعده اللي هو الشاتر بوكس. بيتكلموا بسرعه شويه، ياخدوك واحده واحده بسرعه متوسطه، بس برضو بيحاولوا ما يتكلموش كلام مش مفهوم او كلمات مش كل الناس عارفاها، يعني هو ليفل في النص. المستوى اللي بعده او البرنامج اللي بعده هو الريل توك، ودول بيتكلموا بطريقه عاديه جدا كانها اي محادثه بيجروها في حياتهم اليوميه. انت اصلا لو فهمت الريل توك ده فهتبقى مش محتاج اي حاجه، وفعلا هتبقى تفهم اي بودكاست او برنامج انجليزي تاني. انصحك جدا بالبودكاست ده، فادني قوي، خصوصا السمبليفايد سبيتش اللي هو بتاع المبتدئين، حسن الاستماع بتاعي بشكل كبير جدا. لينك كيوليبس بودكاست هتلاقيه تحت على ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، اي برنامج هتلاقي البودكاست ده تقدر تسمعه من عليه وتنزله وتسمعه انت في المواصلات او في اي مكان. وبرضه ممكن تبحث عن بودكاست تانية، في كتير جدا، ممكن تلاقي بودكاست تاني فادك اكتر من ده او حبيته اكتر من البودكاست ده. ولكن انا مختار لك السمبليفايد سبيتش بتاع كيوليبس اللي هو مستوى المبتدئين، لان شايفه هيفيدك جدا. اسمعه مع استخدامك زي ما قلت للاداة السادسة اللي هي اهم ده في السبعة. تاني حاجة قبل ما اكلمك عنها فعايز اقول لك ان كل المصادر والادوات الموجوده في الفيديو ده انا مجربها شخصيا وفادتني جدا، فهي خلاصه تجربتي وبحث السنين عن افضل الادوات العلميه الممتعه والمفيده فعلا. فانصحك قوي انك فعلا تاخد الوقت وتجرب كل الادوات دي. تاني حاجه بقى هي قناه وتطبيق زي امريكان انجلش الغنيين عن التعريف. صاحبها ابراهيم عادل عامل كورسات كتيره جدا بتحسن الاستماع، النطق، المحادثه، القراءه، فعلا كل شيء، كل مهارات اللغه هو عامل لها كورس. القناه بتاعته والابلكيشن مفيدين ومرتبين قوي، احلى حاجه فيهم ديت مرتبهم كده في منهج كامل على الابلكيشن بتاعه، المستوى الاول بعدين الثاني بعدين الثالث، وكل مستوى بقى فيه كورسات معينه بفيديوهات وكلمات في الفيديوهات دي، ويعتبر افضل مصدر لو انت لسه بتبدا. الافضل انك تبدا بالترتيب في الابلكيشن لو انت لسه مستواك مبتدئ وما عندكش زي ما قلت حصيله كويسه من الكلمات، ولكن برضو اهم حاجه انك تكون بتستخدم الاداه السادسه او مع استخدامك للاداه السادسه اللي هقولها في اخر الفيديو. بجد اهم اداه زي ما قلت. المصدر او الاداه الثالثه، لو لقيت كلمه جديده مثلا ومش عارف معناها وعايز تعرف نطقها او بتيجي في الجمل ازاي، وطبعا نطق جوجل ترانزليت مش صح خالص وروبوت اصلا مش انسان، فروح على طول لموقع يوجلش. فكرته ان هو مجمع فيديوهات من يوتيوب كتيره جدا وعارف الترانسكريبشن او الكلام اللي موجود فيها، فانت بتدخل على الموقع تكتب الجمله او الكلمه اللي انت عايز تعرف نطقها وبتيجي في الجمل ازاي، وهتلاقي في نيتيف سبيكرز او ناس متحدثين اصليين بيستخدموا الكلمه ديت او الجمله ديت او المصطلح ده في الفيديوهات بتاعتهم او في يومهم. فهو مش نطق روبوت او اي، هو نطق انسان فعلا استخدم الكلمه ديت في جمله، فانت عرفت ازاي هي بتتنطق. الحلو فيه كمان انك تقدر تحدد الكلمه ديت ازاي بتتنطق في اللهجه اللي انت عايزها، سواء كانت الامريكان اكسنت او اللهجه الامريكيه او البريطانيه او حتى الاستراليه، وكمان في لغات تانية مش انجلش بس. فالموقع فعلا مفيد قوي، خصوصا في انك تعرف نطق الكلمه او بتيجي في الجمل ازاي. مش بيجيب لك مقطع واحد، مقاطع كتيره جدا تقدر تختار منها وتعمل نيكست وتسمع الكلمه، الناس مختلفه جدا بينطقوها. لكن برضو لازم تستخدم معاها الاداه السادسه اللي هقول لك عليها في الاخر، اهم اداه زي ما قلت. بجد ما اقولكش على كميه الناس اللي اتعلمت اللغه ديت عن طريق بس ان هي بتتفرج على المحتوى اللي بتحبه باللغه ديت او بالانجليزي. انك تتفرج على اي محتوى باللغه ديت سهل انك تفهم جزء كبير منه نسبيا، طريقه فعاله جدا لتحسين معظم مهارات اللغه دي، الاستماع والكلمات وحتى النطق بتاعك بيتحسن وانت مش واخد بالك. ولو المحتوى اللي انت بتحبه لسه صعب شويه انك تفهمه، ففي قنوات كتير جدا على يوتيوب بتعلمك انجليزي بالانجليزي. تصدقني برضو لو انت مستواك لسه مبتدئ هتفهمهم، هم بيستخدموا كلمات سهله جدا ونطقهم بيبقى واضح جدا، وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان كلامهم يبقى سهل انك تفهمه، لان هم عارفين اوريدي ان انت بتتعلم، فمش هيستخدموا كلمات صعبه قوي يعني عشان يعقدوا الموضوع عليك. من القنوات ديت قناه اسمها Learn English with TV Series،
وقناة تانية اسمها انجفيد. القناتين دول فادوني جدا، وخصوصا قناة ليرن انجلش والتي في سيريز. فكرتها ان هي بتفرجك على مقاطع من افلام ومسلسلات اجنبية طبعا او انجليزية، وبيشرح لك بقى الكلام اللي فيها والكلمات الجديدة اللي ممكن تكون انت مش فاهمها. بجد الموضوع ممتع قوي، يعني انت بتتفرج على فيلم مثلا انت بتحبه او جزء منه او مقطع منه، وبتتعلم في نفس الوقت، فدي حاجة رائعة. اهم شيء بس انك تفعل الترجمة او السبتايتلز اللي بتبقى تحت ديت، وتفعلها بالانجلش مش بالعربي، لانك لما بتفعلها بالانجليزي هتقدر تعرف الكلام اللي مكتوب تحت. لو في كلمة انت مش عارفها فتعرفها، في كلمة سمعتها مش فاهمها فتعرف ايه الكلمة دي. وبرضه ده هيحسن قوي الاستماع بتاعك. لو انت كلمة سمعتها ومش عارف ايه الكلمة ديت فهي مكتوبة تحت، فعقلك بيعرف ان الكلمة ديت او الصوت ده هو صوت الكلمة دي بشكل لا واعي. ده بيحصل والموضوع ما بيبقاش بياخد جهد وانت بتتعلم لوحدك. بس برضو لازم تستخدم الأداة السادسة معاهم، هي أهم أداة زي ما قلت. لما هتبدأ تتفرج على القناتين السهلين أو القنوات اللي بتعلمك إنجليزي بالإنجليزي، هيبقى الموضوع صعب شوية في البداية، لكن واحدة واحدة هتفهمهم أو هتفهم تقريبا معظم كلامهم. ساعتها بقى تقدر تروح تتفرج على محتوى تاني، المحتوى اللي انت بتحبه، فيديوهات كلها انجليزي موجهة للجمهور الانجليزي. ومعظم الفيديوهات على يوتيوب اللي كده بتبقى اسهل بكتير من الافلام، وانت صدقني لما تبدأ او تمشي شوية في الطريق ده هتلاقي نفسك بسهولة بتفهم معظم كلام الناس اللي في الفيديوهات دي. ودول بعض القنوات اللي انا شايف ان لغتهم سهلة وهيفيدوك في اللغة ديت وبرضه في امور حياتك التانية. انا بحب اتفرج عليهم قوي. انكفيد، عليا بدال، مات دي افيلا، توماس فرانك، ماكس ريزنر، اندري جيك، وتيدكس. هسيبهم لك برضو تحت فيبقى خد نظرة عليهم. رقم 5، بعض التطبيقات. 4 تطبيقات انا جربتهم بستخدمهم. جربت تطبيقات كتيرة جدا، دول تقريبا من الأربعة اللي انا لقيتهم فعلا مفيدين. اول واحد إلسا سبيك، وده ابليكيشن او شات بوت بالاي اي، غرضه ان هو يحسن النطق او الاكسنت بتاعتك. لما بتدخل عليه بيديك الاول تيست، جمل تنطقها وتقولها، وهو بيعرفك انت مستواك في النطق عامل ازاي. بيقولك انت من 0 لغايه 100 صوتك عامل زي النيتيف سبيكرز ولا لا. كل ما زودت النسبه ديت واتدربت كان افضل ليك. في بقى تدريبات كتيره جدا على النطق، وبيقولك ان الحروف او الاصوات اللي انت بتنطقها بشكل غلط بيحط لك عليها كده لون احمر، والحروف او الاصوات اللي انت بتنطقها صح بيقولك ان انت ناطقها بشكل صح، او بيحط لك عليها كده بيخليها باللون الاخضر يعني. وبيقولك كل فتره مستواك عامل ازاي، وانا فعلا فادني لفتره كويسه في البدايه يعني، فهو فعلا مفيد ومنتشر قوي فجربه. ثاني تطبيق هو سبيكي، وده ابلكيشن عليه ناس كتير بيتعلموا لغات مختلفة. الهدف منه ان هو يعرفك على ناس بيتعلموا نفس اللغة اللي انت بتتعلمها، فتقدر تتكلم معاهم اللغة ديت او تمارسها. بيبقى فيها الهوم بيج ديت بيبقى فيها الناس اللي بيتعلموا نفس اللغات اللي انت بتتعلمها، تقدر تدخل تكلمهم، وفي فلاتر بقى الشخص اللي انت عايز تكلمه عمره عامل ازاي وهو منين وجنسه وفلاتر تانية كتير. فلو انت من الناس الاجتماعيين اللي بيحبوا يتكلموا مع الناس طول الوقت، الموضوع ده هيبقى مفيد جدا معاك. ممكن تتعرف على ناس كتيرة من الابليكيشن ده وتتكلموا بقى سواء شات او فويس، او لو تعرفتوا على بعض قوي تتكلموا كول. والموضوع بيبقى مفيد يعني، خصوصا لو لقيت الستادي بارتنر البيرفكت. تالت ابلكيشن وده شبه سبيكي شويه، اسمه هالو توك، وده مجتمع او كوميونتي كامل زي فيسبوك كده مثلا وتويتر، وكانه سوشيال ميديا بس للناس اللي بتتعلم لغات مختلفه. برضه بتعرف الشخص ده بيتعلم اي لغه، وتقدر تدخل بقى تكلمه، او البوستات تقدر تعمل كومنت على البوستات وتعدل اخطاء الناس، والناس يعدلوا اخطائك. وانت بتكتب بوست، لو كتبت بوست بشكل غلط او كتبت نص غلط، الناس بتقول لك ان ده غلط وتعدله لك. وهو مجتمع كده حلو يعني، في ناس كتير بتحب الابلكيشن ده، وهو فعلا مفيد يعني. كل فتره كده تدخل تشوف الناس هناك بتعمل ايه. رابع ابلكيشن وده انا بستخدمه اكتر الفتره اللي فاتت، هو ابلكيشن اسمه لينك بي. هو كوميونتي برضو، بس حاجه شبه كلاب هاوس كده، بس للناس اللي بتتعلم لغات برضو. تقدر تشوف الشخص برضو بيتعلم انهي لغه وتكلمه. وفي برضو حاجه اسمها راندوم كول، دي بالنسبه لي احسن حاجه فيه. بتعمل الراندوم كول ده وهو بيربطك مع اي حد بيتعلم نفس اللغه اللي انت بتتعلمها، وفي ناس كتير بيتعلموا، تقدر تكلمهم كول. وده مفيد قوي قوي انك تتكلم وما تتكسفش يعني. اتكلم عادي، كلهم اصلا بيبقوا بيتعلموا ومش كلهم بيبقوا فاهمين بعض قوي، فجرب فاهم عادي عقب، ما بتبقاش مكسوف. ما فيش حاجه بتتسجل او كده، وده احسن مكان اصلا انك تتعلم. محدش هيقول لك ان انت بتقول حاجه غلط او كده، ومحدش يعرفك. فدي احسن حاجه فاهم يعني. هي مكالمه مع حد، انتوا الاتنين عايزين تتعلموا لمده ربع ساعه مثلا ولا حاجه، وخلاص كل واحد يروح لحاله. دي حاجه جميله. والحلو انها راندوم يعني، مش لازم حد معين تختاره، هو اللي بيختاركم مع بعض. مشكلته بس ان بيديك كوينز، والكوينز دي بتخلص في اليوم على حسب المكالمه، لكن بيبقى يعني وقت كويس كل يوم، مش قليل. بس انا بستخدم الابلكيشن ده اكتر الفتره اللي فاتت، وهو فعلا مفيد. فنزله لو انت مستواك متقدم او بدات في مرحله انك عايز تكلم الناس صوت، او تسمع ناس وتكلمهم يعني. جربها. اخيرا الاداه والاداتين السادستين. فاكر كل الكلمات الجديده بقى اللي انت عرفتها من
من زي امريكان انجلش والبودكاست وفيديوهات يوتيوب. الكلمات دي كلها لو انت عرفتها مره بس وعرفت معناها هتنساها، وهنا عشان تحفظها انا بشوف الطريقه التقليديه اللي هي الورق والقلم مش ممتعه خالص وقديمه، وفي الغالب معظم الناس ما بتستمرش فيها. فاقول لك تستخدم الاداه او الاداتين اللي هيبقى ليهم الفضل الاكبر في تطور لغتك الانجليزيه. من اول الفيديو بقول عليهم هم كويزلت ونوت، منصه كامله تحفظ فيها الكلمات الجديده بتاعتك وتراجعها وتحفظها بطرق مختلفه ممتعه كانك بتلعب، زي الماتش والام سي كيو والفلاش كاردز وطرق تانية. قابلتك اي كلمه زي ما قلت في بودكاست او كده بتضيفها للموقع ده اللي هو كويزلت بالانجليزي، وهو بيقترح لك معناها بالعربي، فبتحط الكلمه ومعناها وبتضيف لها كمان صوره عشان الصور بتساعدك انك تفتكر الكلمات بشكل اسرع، دي حاجه في عقل الانسان يعني. والكلمه ديت بتضيفها لمجموعه كلمات او حاجه اسمها ست. الست ديت او مجموعه الكلمات ديت بتبقى عدد لا نهائي من الكلمات، وبتقدر تتعلمها لما بتضيف الكلمات ديت بعدين بطرق مختلفه زي ما قلت لك. فاي كلمه تقابلك في الحياه وانت تتفرج على فيديو وانت بتسمع بودكاست وحد بيكلمك مثلا في سبيكر او الابلكيشن اللي اتكلمنا عليها، وانت بتقرا في كتاب او حاجه في الموبايل او اللابتوب او البرامج اللي بتستخدمها، كلمه انت مش عارفها على طول خدها وضيفها للست بتاعه كويزلت. هتجمع بقى عدد كبير من الكلمات، وبعدين بقى تعالى اخر الشهر او اخر الاسبوع اقعد بس ساعه ولا نص ساعه وراجع الكلمات ديت واحفظها زي ما قلت لك بطرق مختلفه وطرق فعلا ممتعه. مش هتبقى بتراجعهم بس كده تشوف الكلمه ومعناها، لا، في طرق ممتعه، حاجات هم فعلا عارفينها ومثبته علميا بينفذوها معاك. تكنيك اسمه الاكتيف ريكول والسبيس ريبيتيشن بيرتبوا ظهورك للكلمات ديت بناء على التكنيكس ديت عشان تحفظها بشكل اسرع. دي حاجات مثبته وعارفين عقلك بيمشي ازاي. والاكتيف ريكول والسبيس ريبيتيشن دي حاجات انصحك انك تبحث عنها اكتر، هتساعدك في المذاكره عموما مش في حفظ الكلمات بس. بجد موضوع حفظ الكلمات هيكون بالنسبه لك سهل جدا وممتع قوي لما تتعرف على الادوات دي وتستخدمها. هتلاقيك كده بتدور على الكلمات عشان تضيفها للموقع وتحفظها، اللي هو ايه، انا خلاص هحفظ الكلمه دي، اول ما اضيفها خلاص هكون حفظتها وان داي، الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي ولا السنه الجايه هحفظها. الموضوع فعلا حلو وممتع ومش بتكسل، يعني بتلاقي نفسك بتفتح البرنامج وبتحفظ فعلا. بعد فتره بقى من استخدامك هتلاقي نفسك وبتصدق تلاقي كلمه انت مش عارفها عشان تضيفها لكويزلت وتحفظها. انا قلت لك على اتنين، كويزلت ونوت، دول اتنين نفس الاستخدام تقريبا، بس الوان مختلفه وهي مختلفه، نفس الفكره بس هما موقعين. جرب الاتنين وشوف المناسب او اللي انت تحبه اكتر. انا شخصيا بحط الكلمات او بضيف الكلمات على كويزلت عشان فيه اقدر اضيف صور، وهو بيقترح لي برضو معانيهم، مش لازم اكتب المعنى والكلمه ومعناها، هو بيقترح المعنى في صور كمان. بعدين باخد الست ديت كوبي او نسخ واروح اتعلمها على نوت عشان الطرق هناك اسهل وامتع. مش لازم تعمل اللي انا بعمله، ممكن تستخدم نوت بس على طول لو مش عايز تلف اللفه ديت، فنوت هيبقى افضل بالنسبه لك. لكن جرب يعني الاثنين. بس بجد مش ببالغ، دي اكتر حاجه هتفيدك واكتر حاجه فادتني في الموضوع ده كله، هو الكلمات، المفردات. حصيله الكلمات عندك لازم تبقى عاليه قوي عشان تقدر تفهم الفيديوهات. دي اول حاجه بجد المفروض تقدر تعملها، واكتر حاجه هتفيدك انك يكون عندك اكونت على كويزلت وحاطط فيه الكلمات اللي انت مش عارفها عشان تحفظها. الاداه او المصدر السابع، وهم 3 ادوات مع بعض. اولا تطبيق اسمه جرامرلي، جوجل ترانسليت ونوت. وجوجل ترانسليت ونوت دول اضافات بتضيفهم لكروم او ايدج او المتصفح بتاعك على اللابتوب، هيفيدوك قوي قوي، خصوصا جرامرلي. خلينا اقول لك، هو اداه وابلكيشن بيتنزل على كل الاجهزه، اللابتوب، الموبايل، الايباد، جوجل كروم، ايدج، كل الاجهزه وكل المتصفحات تقدر تنزله في كل مكان. فكرته ان هو بيصحح لك الاخطاء اللغويه او السبيلنج بتاعك. لو انت بتكتب ايميل مثلا، بتكتب رساله على واتساب او فيسبوك او بتكتب في اي مكان على الموبايل بتاعك او الايباد او اللابتوب، وكتبت كلمه غلط مثلا، او حطيت هاد بدل هاز، او عملت خطا لغوي في الجرامر، هو بيقول لك عليه وبيقول لك التصحيح بتاعه، فتختار ان هو يصححه لك ولا لا. موضوع مفيد قوي، بيفيدني جدا وانا بكتب ايميلات لشركات او ببعت مسجات لناس في كلمات كتير ما تبقاش عارف انت السبيلنج بتاعها، انت بس اكتب حاجه قريبه منها وهو هيعرفه لك. الموضوع بينقذ حياتك قوي، بجد مفيد. نزله دلوقتي على كل الابلكيشنز بتاعتك، وخلي الكيبورد بتاعتك كيبورد جرامرلي. ليهم كيبورد برضو على الموبايل بتصحح لك يعني، هنزله هتلاقي اللينك تحت. تاني حاجه هي جوجل ترانسليت، ودي اضافه بتضيفها لكروم عندك او المتصفح بتاعك. لو انت في كلمه مش عارفها مثلا مكتوبه في موقع او في نص فيديو مثلا، بتحددها وبيطلع لك ايكون كده او ايقونه صغيره تعرفك الكلمه ديت معناها ايه، او ترجمه الكلمه ديت للعربي، وبتديك شويه معاني ليها مرادفات. فبدل ما تاخد الكلمه ديت وتروح تفتح نيو تاب او نافذه جديده وتروح تفتح جوجل ترانسليت وتعمل بيست او لصق للكلمه ديت وبعدين تشوف معناها وبعدين ترجع للموقع، لا، من نفس الموقع بس بتحددها بيظهر لك الايكون تعرف معناها. حلو قوي ومفيده، نزلها دلوقتي اللينك تحت. ثالث اداه هي نوت اكستنشن، او اضافه نوت لجوجل كروم او ايدج برضو على اللابتوب. دي لو اي كلمه بتضيفها للسيت بتاعتك زي ما قلت في نوت او كويزلت، ولو في سيت في كويزلت انت حطيتها او جهزتها وعايز تنقلها من كويزلت لنوت، بتروح بس على اللينك بتاع السيت ديت او مجموعه الكلمات ديت في كويزلت وتفتح الاضافه ديت، هو بيقول لك انك تقدر تاخد السيت دي كامله لنوت عشان تتعلمها هناك. الموضوع سهل قوي، يوفر عليك جهد كبير جدا. فانت تحط الكلمات بتاعتك على كويزلت، ما يوصلوا مثلا 100 كلمه
سنة ولا حاجة تروح تتعلمهم على نوت. بس برضو اللينك بتاعها تحت فنزل. كلها حاجات هتساعدك، هيكون في ادوات تانية كتيرة جدا ومصادر تانية كتيرة جدا وتطبيقات وطرق وكلها بتنفع. الفكرة انك تفضل مع الطريقة او المصدر اللي يخليك تكمل او تستمر، والاداة او المصدر الوحيد اللي هيخليك تستمر هو المصدر اللي بيخليك تستمتع وانت بتتعلم او بتمارس اللغة. مثلا لو انت بتحب تتفرج على افلام ممكن تتفرج على Learn English with TV series، القناة اللي اتكلمت عنها. لو انت بتحب الكورة ممكن تتفرج على مباريات او مقاطع كورة والتعليق بيبقى بالانجليزي، وتشوف الكلمات اللي انت مش عارفها تضيفها لكويزلت. في طرق كتيرة جدا وادوات كتيرة جدا، الموضوع بس تفضيلات شخصية. فزي ما قلت لك شوف الاداة اللي تخليك تستمر، والاداة اللي هتخليك تستمر هي الاداة اللي تخليك تستمتع وانت بتستخدمها. فجرب طرق كتير جدا على قد ما تقدر، وافضل زي ما قلت لك مع الاداه اللي تخليك مستمتع او تخليك مستمر. لما تلاقي المصدر ده والاداه ديت فمرحله التعلم بالنسبه لك هتكون بتمشي بشكل تلقائي، فهتلاقي يومك كده كده في وقت انت بتمارس فيه اللغه ديت او بتتعلم وانت مش واخد بالك او بدون وعي اصلا. وبجد المجهود اللي بتبذله هيبقى تقريبا مش موجود او لا يذكر، هيبقى الموضوع ماشي بشكل لا واعي وتلقائيا. وجرب الادوات اللي قلت لك عليها خصوصا كويزلت، انا شايف ان معظم الادوات ديت هتبقى مفيده وهتنفع مع تقريبا معظم الناس. بس كده، يا رب يا رب يا رب تجرب الادوات دي وتبدا فعلا تتعلم. صدقني لو بدات النهارده هتلاقيك بعد سنه في حته تانية خالص. زي ما قلت الموضوع محتاج بس انك تقدم استعداد انك تتعب شويه في الاول. فاكتب كومنت دلوقتي تحت انك هتبدا النهارده، وبعد سنه انا او حد من اللي في الكومنتس هيقولوا لك او هيفكروك، تعرف وقتها ان انت قطعت مسافه كبيره جدا ومستواك في حته تانية. فاكتب الكومنت وروح بقى اعمل اكونت او حساب على كويزلت وبطل بروكراستينيشن. اضيف بقى بروكراستينيشن ديت كاول كلمه هناك في السيت بتاعتك. بروكراستينيشن يعني تسويف، وبطل بروكراستينيشن وضيف الكلمة دي للكوزيشن. اللقاء، باي.